الجانب المظلم من الكرتون أغرب النظريات والحلقات اللي تم حظرها. على فكرة قبل ما أبدأ المقطع حابب أقول لكم لو أنتوا فاكرين إن موضوع الكرتون وكده عبارة عن موضوع جديد لسه نازل، أحب أقول لكم الحقيقة عكس كده تماما. الكرتون كان موجود من زمان جدا زي الافلام اللي بنشوفها. بدايته كانت في 1908 لكن ما كانش بنفس الشكل الحالي، انما عباره عن رسام بيرسم الاحداث على سبوره تقريبا. ده حتى اقدم من اول فيلم مصري اتعمل بحوالي 26 سنه. فالمهم النوع ده من وسائل الترفيه في الفتره دي انتشر بطريقه كبيره جدا، برغم ان هو كان عباره عن شويه رسومات مع مزيكا وكمان شويه ساوند افكت، الى انه لقى ترحيب كبير جدا من الجمهور والناس اللي بتتابعه. فبتبتدي من هنا المنافسه بين شركات الانتاج، بحيث انهم كانوا عاوزين يعملوا افضل كرتون مناسب لكل الفئات وفي عدد اكبر من اي كرتون تاني بيتفرج عليه. فهيظهر في الفتره دي واللي هي من سنه 1931 لغايه سنه 1934 مصطلح اسمه البري كود، وده طلع بسبب ان الشركات اللي كانت بتنافس بعضها على افضل كرتون او حتى فيلم كانوا بيلجأوا الى ان الكرتون ده يكون في مشاهد مش كويسه، عنف، ضرب، شتيمه، قله ادب، كانت كل حاجه مباحه في الفتره دي. وده السبب اللي خلى مصطلح البريكود ينتشر بطريقه كبيره جدا في الوقت ده. وعلى فكره يعني موضوع البريكود ده ما كانش بينطبق بس على افلام الكرتون، انما كان بينطبق على كل حاجه ليها علاقه بوسائل الترفيه والسينما عامه. لكن المهم ما نغيرش الموضوع، الكرتون ايه اللي حصل له في الوقت ده؟ ظهر اكتر من كرتون كانت التصرفات دي موجوده فيه، لكن اكتر واحد انشهر وهو كرتون باسم بيتي بوب. كان عبارة عن بنت جميلة جدا بتحب تغني، ودايما في ناس بتحاول انها تأذيها، بس النقطة مش هنا بل في المشاهد اللي كانت بتتعرض فيه، وكأنهم كانوا بيها. فكان الموضوع غريب جدا ليه كده. ومن بعدها موضوع الكرتون ده بينشهر جدا، وفي شركات اكبر ابتدت تدخل في المنافسه بتاعته زي شركه ديزني وكمان كارتون نتورك، واللي بقوا ينزلوا انواع كتيره جدا من برامج الكرتون دي، واللي بقت كل برامج الكرتون في رسائل غامضه كتيره جدا بتحاول توصلها للمتابعين، وكمان نظريات طلعت عليها مختلفه جدا والمتابعين بيحاولوا انهم يفهموها. فايه النظريات دي وايه حلقات الكرتون اللي انحظرت تماما من ان الاطفال او اي حد يتفرج عليها، وكمان ايه هي الرسائل الغامضه اللي برامج الكرتون دي بتحاول توصلها للاطفال؟ كل ده هنعرفه في مقطع النهارده، بس ركز معايا لاخر المقطع. سلام عليكم، ويلكم باك تو ماي شانل، معكم دراكسلر، رجعت لكم فيديو جديد. زي ما انتم متعودين ان دايما في كل اول شهر لازم يكون لينا مقطع كامل بنتكلم فيه عن برامج الكرتون والجانب المظلم منها، وكمان النظريات الغريبة اللي بتحصل فيها. وده كمان على حسب ما انتوا اخترتوا من البوست اللي انا نزلته على المنتدى. وبالنسبة لباقي الدراكسلرز اللي بيموتوا بيحبوا مقاطع الجرائم وكمان مقاطع وقصص المشاهير والجانب المظلم وكده، ما تقلقوش، ان شاء الله الفترة الجاية هيكون في كمية كبيرة جدا من المقاطع دي، واللي هي هتنزل في فترة قريبة جدا، وانا واثق مليون بالمية انها هتعجبكم لان هيكون فيها احداث كتيرة جدا غريبة. وبالنسبة لمقطع النهاردة فهيكون عبارة عن فيديو ترفيهي هنتسلى ونتكلم فيه مع بعض عن النظريات الغريبة والحلقات المحظورة من برامج الكرتون. وبجد شكرا 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 لاجمل دراكسلرز في العالم على التفاعل والكومنتات بالمقطع الاخير، اللي حرفيا بتخليني سعيد جدا ومبسوط وبتحفزني ان انا انزل لكم مقاطع كتيرة وجديدة باسرع وقت. ومن غير ما نرغي ونتكلم كتير، بالمقدمة كوباية القهوة او النسكافيه بتاعتك او اي سناكس انت بتحبها، وتعالى ركز معايا في قصة مقطع النهاردة. حاجة ما كنتش تعرفها عن فيلم علاء الدين لشركة ديزني. طبعا مين فينا دلوقتي ما يعرفش الفيلم المشهور ليه علاء الدين اللي انتجته شركة ديزني، واللي حرفيا كلنا في طفولتنا اتفرجنا عليه. بس في مقطع النهارده حبيت ان انا اتكلم عنه بسبب ان انا شفت فيه كمية حاجات كتيرة جدا غريبة موجودة في الفيلم ده. اول حاجة في نظرية طلعوها متابعين الفيلم، ان فاكرين الشخص اللي جه في البداية وكان بيتكلم على اساس ان هو بياع وبيحكي قصة المصباح والجني اللي كان فيه مع علاء الدين، بيقول ان ده هو اصلا الجني ومتجسد على اساس ان هو بشري،
والمفروض كان يكون في احداث بحيث ان البياع ده يبيع المصباح لعلاء الدين علشان يتحرر، لكن مؤلفين الفيلم شالوا الاحداث دي وغيروها باحداث تانية. واللي على فكرة النظرية دي من وقت قريب جدا مؤلفين الفيلم ذات نفسهم اتكلموا عنها وقالوا انها فعلا حقيقية، لان كان في المفروض احداث تحصل في البداية لكنهم غيروها بدافع انهم كانوا عاوزين يخلوا الاحداث مثيرة اكتر والمشاهد يحبها. والحاجة التانية طبعا ممكن تكونوا لاحظتوا في معظم افلام ديزني، وهي انهم يجيبوا شخصيات من افلام تانية ويحطوها في افلام جديدة. ازاي؟ هقولك. في فيلم علاء الدين مثلا ميكي ماوس ظهر في اكتر من مرة، ظهر في السوق اثناء ما كانت ياسمين هناك، وكمان لما كان النمر راجا بيتحول. لو بطأنا المشهد شوية ووقفناه في اللحظة دي هتلاقوا ان وش ميكي ماوس ظهر لثواني وبعدها اتغير مكان راس النمر. وحتى كمان سندريلا برضو ظهرت في فيلم علاء الدين زي ما شفتوا بالمشهد ده. العربية بتاعتها كانت موجودة بالقصر، واللي ممكن تقول ان هو بس تشابه مش اكتر، لكن لو ركزت شوية هتلاقي ان فستانها كمان موجود برضو في نفس المشهد بالفيلم، وواضح اصلا انه مش فستانها، بل بالعكس شخصية سندريلا ذات نفسها هي اللي كانت موجودة، لكن كانوا بيحاولوا يخفوها. واصح معلومة مهمة جدا نسيت اقولها لكم في البداية، صوت الشخص اللي ظهر في بداية الفيلم اللي كان بيشرح القصة هو نفس صوت الجني اللي كان موجود في فيلم علاء الدين. يعني هما الاثنين كانوا نفس الشخصية ونفس المؤدي بتاع الاصوات، فده دليل كبير جدا يثبت ان هما الاثنين كانوا المفروض يكونوا نفس الشخصية. بس الحاجة الغريبة واللي خلتني حرفيا اتكلم عن فيلم علاء الدين، واللي هي لحظة معينة في الفيلم هيظهر فيها صوت غريب جدا بيقول جملة مش طبيعية في الفيلم ومش معروف هي اتقالت اصلا ليه. فركزوا في المقطع الجاي ده وحاولوا تسمعوها لانها هتكون موجوده في الباك جراوند مع الشخصيات وهي بتتكلم. واتمنى تقولوا لي ليه ممكن تكون شركه ديزني حطت جمله زي دي في الفيلم. So how's our little bow doing? Come on, good. Can you just take off that down? Can you? How's our little bow doing? Come on, good. Can you just take off? Come on, good. Can you just take off? Come on, good. Can you just take off? حلقات كرتون مشهورة انحظرت من العرض نهائيا. في بعض الأحيان مؤلفين أفلام وبرامج الكرتون بيكون خيالهم واسع بطريقة كبيرة جدا، وبيكونوا حابين إنهم يوصلوا رسائل غامضة من خلال الحلقات دي عن طريق التصرفات أو الرسومات أو أي حاجة تانية، واللي ده بيكون سبب في إن بعض الحلقات دي تنحظر نهائيا من العرض بسبب المشاهد اللي حطوها المؤلفين فيها بشكل غامض علشان يوصل للمشاهدين الأطفال وكمان المتابعين عامة. وواحد من الحلقات دي كان في كرتون مختبر ديكستر اللي كلنا تقريبا عارفينه. في سنة 1998 كان في حلقة مؤلفين برنامج وكرتون ديكستر كانوا شغالين عليها علشان تنزل في الموسم الثاني في سنة 2013، لكن الغريب ان الحلقة دي بعد ما خلصت ما نزلتش مع الموسم وانحظرت نهائيا من العرض. ليه؟ أول حاجة الحلقة دي ما كانش ليها اسم، بس متابعين الكرتون سموها الحلقة الوقحة، لأن سبب حظر الحلقة دي كان هو إن ديكستر وديدي اتكلموا فيها بأسلوب وقح بطريقة كبيرة، زي شتايم وألفاظ خارجة مش كويسة وعنصرية ما ينفعش الأطفال إنها تسمعها. وكمان ما ننساش الكرتون العالمي اللي كوكب الأرض كله يعرفه وهو كرتون باتمان. الكرتون ده من أول ما بدأ عموما في أكتر من حلقة ليه انحظرت لأسباب عنيفة وغامضة ظهرت كتير جدا في الحلقات، وكمان لأسباب تانية زي رسائل وطرق كلام غامضة ظهرت برضو في الكرتون ده، زي الحلقة اللي كانت موجودة في الموسم الثاني واللي مش هقول لكم على اسمها علشان ما تدوروش عليها لأنها كانت مقرفة وأنا عارف فضولكم. أول حاجة الحلقة كان فيها أغنية، الأغنية كلماتها بذيئة تماما ومش كويسة، وكانت فيها إيحاءات بطريقة كبيرة وإشارات أثناء الأغنية كمان، وكمان الحلقة كان فيها تصرفات مش كويسة أكتر وواضحة جدا ما بين باتمان وبلاك كانري. وفي حلقة حرفيا أنا مش فاكر اسمها دلوقتي أدى فيها باتمان أفعال وقحة وانحظرت. ده غير إن في أكتر من مشهد في حلقات مختلفة اتقالت فيه نكت لكن بطريقة مش مضحكة، بل بالعكس نكت محدش هيفهمها غير الأشخاص البالغين أو الكبار في السن، لأنها كانت قليلة الأدب ومش محترمة إلى حد ما وما ينفعش الأطفال إنها تتفرج عليها. That's fast. Fastest man alive. Which might explain why you can't get a date. Yeah.
وحتى كرتون بوكيمون لو تعرفوه انحصرت ليه حلقة قبل كده، لكن دي كانت بسبب صحي في اليابان، لان الحلقة كان فيها مشاهد قتال كتيرة، ومع المشاهد دي كان في اضاءات بشكل سريع جدا بتظهر وتختفي، وبسببها اتعرض اكتر من 600 طفل لحالة اغماء، وبتوصل في بعض الاحيان لصدمات، وبتوصل لان الاطفال دي تصاب بالعمى. افلام وبرامج الكرتون اللي بتدعم الالوان وبتحاول تعرفها للمشاهدين. الفترة الأخيرة انتشرت حاجات غريبة جدا في برامج الكرتون، ومن أكترها وهي فكرة إن يكون في شخصيات ألوان في برامج الكرتون بتاعة الأطفال، والأغرب من كده إنها بتكون بطرق معينة بحيث إن الأطفال والمشاهدين لما يشوفوها يقولوا إنها عادي جدا تكون في الكرتون. لو تفتكروا في الحلقة الأخيرة اللي عملناها عن الكرتون واللي اتكلمنا عن أكتر الشخصيات الألوان اللي ظهرت في برامج الكرتون زي جامبل ووقت المغامرة وغيره من الشخصيات التانية، فأنا كنت فاكر إن في الوقت ده خلاص مفيش أي شخصيات تانية ألوان غير الشخصيات اللي اتكلمت عنها في المقطع الأخير، لكن الحقيقة غير كده اصلا، وبالعكس في شخصيات غير محدوده في برامج الكرتون اللي بتتعرض للاطفال على كارتون نتورك والقنوات الكرتونيه زي ديزني وكده، واللي في بعض الاحيان بتتعرض على قنوات عربيه. افاتار من افضل البرامج والافلام الكرتونيه اللي اتفرجت عليها في حياتي، لكن الحقيقه اللي انا كنت اعرفها عنه مش هتستمر لوقت طويل. ليه؟ لان لو ركزنا فيها هنلاقي ان في شخصياته في اكتر من كاركتر الوان تحاول انها توصل لنا الفكره دي، زي كايا اللي لمحت اكتر من مره انها بتنجذب للبنات، او كورة اللي بنشوفها في مشاهد كتير وبيكون واضح عليها انها الوان، لدرجة ان في حتى اكتر من خبر اتكلم عنها وعن موضوعها، وغيرها من الشخصيات التانية في نفس الكرتون واللي هو افاتار. وبرضه مش هننسى في مقطع النهارده الكرتون المشهور بطريقة كبيرة واللي هو ستيفن يونيفرسيتي، واللي حاليا بيتعرض على كارتون نتورك في الوطن العربي دلوقتي، وانا بصور لكم المقطع ده اصلا، واللي بتظهر فيه مشاهد لشخصيات من نفس النوع، يعني ولد وولد وبنت وبنت بيحبوا بعض فيه، او حتى بتوصل في بعض الاحيان الى انهم يتجوزوا عادي جدا، في كرتون بيتفرج عليه اطفال كتير ما يعرفوش يعني ايه الوان اصلا. والحمد لله في بعض الاحيان قناه كارتون نتورك بالعربيه بتحظر المشاهد الواضحه دي وبتقصها من الحلقات، لكن برضو في بعض الاحيان في مشاهد تانية ما بتكونش واضحه بطريقه كبيره وبتسيبها الاطفال تتفرج عليها في برامج كرتون تانية مختلفه، زي اللي بتكون في كلارنس او وقت المغامره او جامبل وهارلي كوين وغيرهم من برامج الكرتون. فيا ترى تتوقعوا ليه برضو شركات الكرتون دي بتعمل كده وبتحط الشخصيات دي في برامج الكرتون بتاعتها؟